السلام عليكم ورحمة الله. مبدئيا هاي يا حلوين، انتوا وحشتوني. اي حد هيشوف الفيديو ده فانتي محظوظة عشان لقيتي حد يقولك الكلام ده، سواء بعد ما دخلتي جامعة او حتى وانتي لسه داخلة اولى جامعة. واللي هنتكلم فيه مش بس اغلاط في الدراسة او اغلاط في حياتنا الشخصية، لا، اغلاط بشكل عام، حاجات كتيرة قوي وقعت فيها وانا في الجامعة، وحرفيا انا رجعت بالذكريات ل4 سنين ورا عشان اطلع لكم الفيديو ده. لو انتم مهتمين حطوا لايك للفيديو، لو انتم مش مهتمين حطوا لايك للفيديو، وما تنسوش تكتبوا لي كومنت تحت. حابة بقى بجد اشكر كل البنات السكر اللي كتبت لي الكومنتات دي، وكل الكومنتات حرفيا انتوا روح قلب نمنومه من جوه، واللي مش كاتب انتوا مش روح قلب نمنومه. المهم اسيبكم انتوا وضميركم، بس عايزين نوصل 60,000 سبسكرايب. اوكي يلا بقى عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده نبدا الفيديو بتاعنا. والفيديو هنقسمه لجوانب كتير، وكل جانب فيه شويه حاجات بتندرج تحت. نبدا بقى باول جانب، العلاقات والصحاب. اول غلطه السرعه في تكوين جروب الصحاب. تتعرفي على حد من اول باص، من اول بنش، من اول قاعده في اول سيكشن، مفيش مشكله في ده. المشكله ان انت بتروحي تحطيها في دايره الصحاب. لسه بنتعرف، طبيعي تكون في دايره المعارف. ما ينفعش لما تتعرفي على حد خلاص تاخدي الثقه ان هم دول صحابك اللي هيدوموا معاكي ال4 سنين كليه، وما تحاوليش تتعرفي على ناس تانية تبداي تصدري احكام معاهم على اللي حواليكوا. جس وات كده، انت لو علاقتك بيهم باظت كده مثلا من بعد اسبوعين 3، انت حرفيا هتتحولي لمنبوذه. ما انت ما عملتيش علاقات مع الباقيين وكنت دايما بتنتقديهم وبتتريقي عليهم، واصحابك اللي اوريدي كانوا معاكي خلاص ما بقوش معاكي، فكارثه. تاني بقى غلطه، ان احنا حتى لما بنتعرف على الصحاب دول بنروح نرمي لهم كل اسرارنا وذكرياتنا وحياتنا وكل حاجه حرفيا عننا. ما ينفعش حد بتتعرفي عليه جديد سواء في المدرسه او في الجامعه تروحي ترمي لها كل اسرارك وكل حاجه عن حياتك وتدخليها بيتك وتقعديها في اوضتك وتعرفيها على اهلك وانتي ما تعرفيش عنها اي حاجه، لا عن البيئه اللي هي جت منها ولا عن طريقه تفكيرها، مين اهلها، هي فعلا دي شخصيتها الحقيقيه ولا بتمثل الدور عليكي. وبجد وانتوا بتتعرفوا على حد جديد لازم تتوخوا الحذر. تتوخوا الحذر دي بالعاميه يعني ايه؟ يعني تاخدوا بالكم اسرارنا وحياتنا وكل حاجه عننا مش بنقولها لحد من اول ما بنتعرف عليه، ولا حتى بعد شهر ولا 2. لازم تعدي فتره ونبقى بجد عرفنا الاشخاص دي كويس جدا عشان بجد ما ترجعوش ندمانين. ودي حاجه انا دايما بقولها لنفسي قبل ما اروح اشارك حد باسرار عني، الشخص ده مؤهل ان احنا لو علاقتنا انتهت ان الاسرار دي هيحافظ عليها ولا لا. لو حسيت بس مجرد ان انا شك كده فباخد ستيب لورا ومش بحكي حاجه عن نفسي ولا عن حياتي. ثالث حاجه، اوعك ترمي ودانك للدفعات السابقه. جو بقى التهويل وان الدكتوره دي ما بتنجحش حد، والدكتور دوت اسلوبه وحش جدا، والكليه دي ما حدش بيجيب فيها تقدير. مش شرط تجربتكم تكون زي تجربتهم. هحكي لكم مثال صغير قد كده. وانا في اولى جامعه جالي كورونا، وكان في دكتوره هي شديده شويه، كل قال لي ان هي مش هتقبل الاجازه اللي انا جايباها وان هي اسلوبها وحش جدا، ما تروحيش تكلميها ولا تقولي لها اي حاجه. وانا كنت عامله اجازه مرضي لاني غبت اسبوعين، فالاسبوعين دول لازم يتشالوا من الغياب والحضور بتاعي، لان اصلا كليتي ما ينفعش الغياب فيها اكتر من 3 مرات. المهم ان انا اتواصلت مع الدكتوره دي. جس وات ان الدكتوره قالت لي تعالي وانا هخليكي تشيلي غيابك بنفسك. وجت قدام المدرج كله، ادتني الملف اللي فيه الحضور والغياب بتاع كل الطلبه، وقالت لي خدي الكوريكتور ده شيلي كل الغياب بتاعي. اللي عايزه اقوله لكم مش شرط تجربتكم تكون نفس تجارب زمايلكم. ممكن دكتوره الكل بيقول عليها وحشه وشريره وعاو بتخوف تكون بجد كويسه معاكم، او في مواقف معينه تكون لذيذه. بشكل عام اوعوا تمشوا ورا الكلام السلبي اللي بتاخدوه من الدفعات السابقه، وجو التخويف اللي بيحصل حرفيا من اول مره بتطلعوا فيها الاسانسير. ايه ده انت سنه كام؟ اولى جامعه. ده انت بصي تاخدي بالك من كذا وكذا 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 وكذا. يا لهوي ده انت ما لقيتيش غير الكليه دي اللي تدخليها. انا حرفيا بحكي لكم المستقبل واللي هتتعرضوا له من اول يوم جامعه. فلما يسالوكي انت اولى جامعه قولوا لهم لا انا رابعه جامعه يا جماعه. لا. رابع حاجة، اتعلمي تقولي لا لخروجه انت مش عايزة تطلعيها، لا لقعدة نميمة انت مش عايزة تقعديها، لا لكنسلت محاضرة او سيكشن. اتعلمي تقولي لا لما تكوني فعلا عايزة تقولي لا. يعني ما تخرجيش مع اصحاب الجامعة انت اوريدي مش عايزة تخرجي، وانت مثلا ميزانيتك مش سامحة، معكيش فلوس، مش مضطرة خالص عشان تراضي الباقيين تيجي على نفسك او تحسسي نفسك ان انت مقيدة بيهم. على فكرة حتى لو هتخسريهم، لو هم ما احترموش رغبتك في ان انت مش عايزة تخرجي او مش عايزة تكنسلي او مش عايزة الحاجه اللي هم عايزين يعملوها دول، فهم مش صحاب، لان هم كده مش عايزين لك الحاجه اللي بتريحك انت. وده على فكره مش بس في صحاب الجامعه، لا عامه بشكل عام في حياتك. لما انت بتقولي لا على حاجه وبتحسي ان الشخص التاني مش مقدر انه لا ديت ليه، يعني لو سال ليه وعرف ليه وهي بجد حاجه مهمه وما قدرش، هو اللي عنده مشكله مش انت. فبجد
الاشخاص اللي ما بتقدرش كلمه لا منك اهربي، دي ريد فلاج. وندخل بقى على تاني فقره وهي الشكليات والمظاهر. اول غلطه اللبس الكتير قبل ما نبدا الجامعه. عملت لكم الفيديو اللي قبل اللي فات عن اللبس المناسب للجامعه، وده عن تجربتي خلال 4 سنين كليه، وكمان اللبس اللي كنت بشوف صحابي بيلبسوه سواء مريح او مش مريح. الفيديو ده فيه حرفيا كل اللبس اللي ينفع للجامعه. ايه هي الغلطه بقى اللي ممكن نقع فيها نمنم؟ ان احنا نشتري لبس كتير قوي قبل ما نبدا جامعه، او نبقى حاطين في دماغنا ان احنا كان مفروض نشتري لبس كتير جدا قبل ما نبدا جامعه. اولا انت لسه ما عرفتيش كليتك دي نظري ولا عملي، هتنزلي كتير ولا لا، محتاجه تجيبي لبس عملي كتير بما انها فيها سكاشن كتير ولا لا. قبل ما تبداي جامعه مش محتاجه غير تعملي حاجتين: تفتحي دولابك تراجعي كل اللبس اللي فيه، تشوفي ايه الحاجات اللي هتنفع للجامعه تجيبيها كده في جنب لوحدها. انت لما تعملي كده اولا هتكتشفي ان عندك لبس، بس انت اللي مش فاكره الدولاب بتاعك عامل ازاي. ثانيا هتعرفي ايه الحاجات اللي ناقصاكي، وببساطه هتنزلي المول تشتري الحاجه اللي ناقصاكي بس. ولما ندخل جامعه يبقى هنجيب الزياده اللي هو ما كانش موجود عندنا واحنا محتاجينه. والنصايح دي مش بس الاولى جامعه، انتوا حرفيا لاي سنه من سنين الكليه، وكمان للبنات اللي في ثانوي اللي في اعدادي، سواء في العلاقات في الصحاب في الحاجات اللي لسه هقولها، برضو النصايح دي تهمكم جدا. سابع غلطه اوعك تهملي نفسك، بمعنى هم 3 حاجات بجد اوعك تهملي فيهم. اول حاجه وانت لسه في البيت ما تنسيش تغسلي اسنانك تغسلي اسنانك تغسلي اسنانك، اهم حاجه. والله العظيم انا كان في بنات ببقى عايزه اقعد معاها وصاحبها كنت ببعد عنهم للسبب ده، ان بجد ريحه بقها وحشه، مش هقدر. كان نفسي نبقى اصحاب بس مش هينفع، والله ده ما هزار، ده بجد. موضوع السنان ده مهم مهم مهم. شكلك العام لو انت مش مهتمه انت عشان نفسك، شكلك العام بجد بيبقى وحش قوي. تاني حاجه ريحه العرق، في بنات بجد بقابلها الناس بتبعد عنها لمجرد ان ريحتها وحشه. ساعات بتبعتولي نمنم صاحبتي ريحتها وحشه قوي بس انا مش عارفه اقول لها ازاي، اجيبها لها ازاي بالطريقه. بصوا انا عن نفسي مش لاقيه طريقه، جدر الشخص الغلط. انا بحس ان دي حاجه سنسيتيف قوي ان انا اروح اقول لحد ريحتك وحشه، فانا بقولها لكم دلوقتي از نصيحه. البنت اللي حاسه ان هي بتعرق كتير، هاتي مزيل عرق يكون كويس يكون قوي. استنوا هوريكم المزيل بتاعي. انا بستخدم ده، هو حرفيا ريحته خفيفه قوي يكاد يكون ملهوش ريحه، بس هو بمانع تعرق، بحبه قوي ونتيجته معايا تحفه. لو قعدت اليوم كله بره مش بحس باي ريحه عرق. وطبعا لا نهمل الشيفنج علشان ريحه العرق اوريدي بتقفش فيكي بسبب الموضوع ده. ثالث بقى حاجه هي السان سكرين يا بنات، بجد مهمه قوي. اسالوني انا اللي ما كنتش بنزل حاطه سان سكرين على وشي وانا رايحه الجامعه، وانا اللي غمقت 3-4 درجات كده عن درجتي. فنصيحه: اولى جامعه، ثانيه جامعه، رابعه جامعه، ثالثه اعدادي، ثانيه ثانوي، ان كان سان سكرين في شنطتك ده سلاح التلميذ بالنسبه لي. وده ياخدنا بقى لثالث بوينت اللي هي الشنط الصغيره. زي ما اتكلمنا برده في الفيديو ده عن ايه انسب شنطه للجامعه وبتاخدوا ايه في شنطه الجامعه. بجد يا بنات اهتموا بالموضوع ده، بلاش شنط صغيره عشان هتضطروا تاخدوا حاجات كتيره جدا في ايديكم، شكلكم هيبقى مبهدل كده ومفحكش وطول الوقت حاجات بتقع منكم، فالمنظر مش بيكون الطف حاجه. فبلاش الشنط الصغيره الا قليل يعني. نيجي بقى لثالث قسم وهو قسم الدراسه والمذاكره، وطبعا دي نصايح من واحده متخرجه بتقدير جيد جدا مرتفع. يعني ايه مش نصايح من اي حد ها. وبقول لكم ايه، لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو فما تنسوش لايك الفيديو وسبسكرايب للشانل عشان احبكم اكتر من كده وعشان انزل لكم فيديوهات اسرع من كده. المهم يلا بينا نخشوا في 10 نصيحه. ايوه احنا وصلنا ل10 نصيحه. اوعوكوا تستنوا لليله الامتحان عشان تذاكروا. اوكي هسيب دي عشان الكلام مهم. مذاكره الجامعه اسهل بكتير، اخف بكتير من ايام الثانوي، ده ل 90% من الكليات. فما تراكميش على نفسك ليله الامتحان. انت حرفيا مش محتاجه اكتر من يومين بس في الاسبوع تمسكي فيهم الحاجات اللي انت اخدتيهم كلها طول الاسبوع في الجامعه، تذاكريها تراجعيها تقريها. وبالمناسبه مفيش حفظ في الجامعه زي ما كنا بنعمل في المدرسه خالص، بجد الموضوع اسهل واسلس بكتير جدا. النصيحه بقى ال11: ما تعتمديش على ملخصات غيرك. انتوا قاعدين في المحاضرات اوقات بيكون في محاضرات لازم تكتبوا ورا الدكتور، او حتى في السكاشن في حاجات مهمه بتتقال، لما بتكتبوا وراهم سواء بقى ملاحظات كده بسيطه او ملخصات سريعه بيكون احسن بكتير من ان انتوا تعتمدوا على ملخصات غيركم، لان الخريطه الذهنيه بتاعت غيركم ممكن ما تكونش زيكم. ممكن في الاخر لو انتوا معتمدين على ملخص حد وتيجي تقريه تحس انك مش فاهمه اي حاجه وان هو مش مناسبك. اعتمدي في الحته ديت بالذات على نفسك. النصيحه ال12: القعده في اخر بنش طول السنه. والله انا ما عنديش مشكله انكم تقعدوا في اخر بنش، انا اصلا من وانا في ثانوي بقعد في اخر تخته، ولكن الدكاتره بتحفظ الوشوش وبتعرف مين بيتفاعل معاها ومين مش بيتفاعل ومين قاعد اخر بنش، فبلاش يحفظوا
تحفظوا ان انت فلانه دايما قاعده في اخر بنش. نوعي، يعني مره تقعدي في اخر بنش، مره في النص، مره قدام. او لو عايزه بجد الدكاتره ما تنسكيش خالص، ثبتي مكانك وما يكونش في اخر بنش، يكون مثلا ثالث بنش، رابع بنش. نصيحه بلاش اخر بنش. ممكن مثلا لو هتقعدي فيه مره في الاسبوع، او هتقعدي مع صاحباتك كده وتغيير الجو، عايزين نحس ان احنا باد جيرل وكده، اوكي مفيش مشكله، بس ما يبقاش دايما ده مكانك المعتاد، عشان جس وات ده برده بيفرق في اعمال السنه زي امتحانات الميد ترم بالظبط. الدكاتره بتركز وبتعرف الوشوش وبتحفظها، واوقات بتحفظ الاسامي عادي جدا، بتحفظ الناس اللي بتجاوب وبتتفاعل معاها في المحاضرات. بيجوا اخر السنه اوقات بيبقى يعني الامتحان في الاخر انه ايه، الامتحان العملي، تسالك سؤال من اي حاجه في المنهج، ولكن الناس اللي بيبقوا حافظينهم وعارفينهم وعارفين ان هم بيتفاعلوا معاهم في المحاضرات، اول بس ما بتخش عليكي وتشوفك انت فلانه تمام 10 من 10. ده انا شفت بعيني الكلام ده مش حد حكيلي خالص. فاخر بنش يك 13 ولا انا مش فاكره دي كانت النصيحه ال 13 ولا ال 14. النصيحة ال 12، اوعك تفوتي اول اسبوع في الجامعة. اول اسبوع هو اللي بتتعرفي فيه على الناس، بتتعرفي فيه على الدكاترة، فبلاش بقى تبقي من النوع اللي هو انا زمايلي من الدفعات الاقدم وزمايلي اللي هم اكبر مني قالوا لي انه اول اسبوع ده ملهوش لازمه، فانا مش هنزل اول اسبوع وهنزل من تاني اسبوع. يا مرحبا بالمتوحده اللي محدش يعرفها في الدفعه، اللي مش فاهمه اي حاجه عن الكليه ولا لاقي حد يشرح لها، حرفيا دي كارثه. فلازم ولابد والاكيد انك تحضري اول اسبوع في الجامعه. اولا هتتعرفي على زمايلك في الكليه، ثانيا لو كليتك اقسام فهتبداي ان انت تاخدي فكره عن كل قسم وتختاري الانسب ليكي. انما هتفوتي اول اسبوع هتضيعي الوقت، الاقسام هتتملى والقسم اللي انت عايزاه هيبقى مستكفي، هتضيعي على نفسك القسم اللي انت عايزاه علشان بس تبقي كاريزما. براحتك، خليكي كاريزما، انت الخسرانه. ثالثا والاهم، انه اول اسبوع ده بتتعرفوا فيه على الدكاتره، وبتعرفوا حرفيا نظام كل دكتور ونظام كل معيد، وانه يعني ازاي هتتعاملوا معاهم. فحاسه برضو انك مش ناويه تحضري اول اسبوع جامعه، لا لو حاسه يبقى انت مجنونه بجد. ونخش على النصيحه ال 13، وهي اهمال الحضور والدرجات بتاعته. اصل انا بنت خالة عمتي كانت طالبه في الكليه دي وعزيزه شويه على الدكتوره الفلانيه، فهي قالت لي هتكلمها لي وهتشيلي الغياب بتاعي في المشمش. مفيش حاجه تشلك الغياب اللي انت هتغيبيه غير شهاده مرضي، والشهاده المرضي مش بتتاخد بسهوله. انت بتروحي تعملي ورق، وبعد ما تعملي الورق بتروحي كليه او المستشفى يكشفوا عليكي ويتاكدوا ان انت فعلا عندك المرض الفلاني، وبعدها بيطلعوا لك الشهاده المرضي. ده غير على فكره الفلوس اللي انت بتدفعيها عشان تطلعي اسمه ايه دفتر تأمين. فهنضيع وقت ومجهود وفلوس وهنكذب عشان خاطر نشيل كم مرة غياب. لا يا قلبي، انت داخلة الكلية عشان تحضري، مش عشان تطلعي تلفي، ولا عشان تقضيها على الكافيهات، ولا علشان تغيبي حتى وتقعدي في البيت. انت ستي تحت بند طالبة، فاحترمي المذاكرة والدراسة والفلوس اللي اهلك دافعينها، وروحي احضري محاضراتك وتعلمي في الكلية، عشان الكلية مش مكان للعب، الكلية مكان للدراسة، مكان للتعلم. ولو انتوا عندكم فكرة عن الكلية ان هي مكان للعب وان احنا بنروح مش بنستفيد حاجة، انا الكلية هي اللي كونت شخصيتي. الكلية بجد علمتني حاجات كتير في مجالات كتير، خلتني شخص انضج بكتير. ما تضيعيش السنين بتاعة الكلية في اللعب والهجس، علشان هي حرفيا فترة مش هتتعوض. تقدري تلعبي وتعكي بعد ما تتخرجي، بس طول ما انت تحت بند الكلية اتبسطي بيها واخرجي وتمام، بس الحاجة الاساسية انك رايحة تدرسي. ان انا اتعصبت. المهم نخش بقى على رابع بند والنصيحة ال 14، والبند ده هنتكلم فيه عن وقتك، صحتك، وتطوير ذاتك. بصوا حرفيا كل حاجة بتدخل هنا بتأثر على شكلنا، بشرتنا، عقلنا، قلبنا، جسمنا. فحتى لو انت مثلا بتشربي قهوة كتير او كافيين كتير، خلي بالك ده هيأثر مع الوقت على صحتك. وما تقعديش بقى تقولي اصل التجارب بتقول، لا هيأثر. اي شيء زاد عن حده انقلب ضده، حتى لو كان الحاجة دي حاجة صحية. فخلي بالك وزني في شرب القهوة او الكولا او اي حاجة من اي حاجة بتخش هنا. خلي الوضع متوازن، ما تشربيش كتير، ما تاكليش كتير، ما تعوديش برضو تاكلي كتير بره، بيأثر على البشرة جدا، بيأثر على الشكل، وزنك هيزيد، صحتك هتتأثر، هتبقي اضعف. اهتمي بصحتك. النصيحة بقى ال 15، ما تقارنيش نفسك ببنات تانيين، لا في شكلك ولا في لبسك ولا في مستواك الاجتماعي او المادي. المقارنة دي حرفيا قاتلة. عايزة بقى لما تقارني نفسك بجد حسني من نفسك. قارني نفسك بنفسك من شهر، ونفسك من شهرين، ونفسك من 3 شهور، ونفسك من سنة. لما تقارني نفسك بنفسك وتلاقي فعلا ان انت اتطورتي في الجانب الفلاني اللي انت يعني بتقارني نفسك فيه، تلاقي فعلا ان انت اتطورتي ولو حبة قد كده، ده بيشجعك اكتر واكتر بكتير من انك تقارني نفسك بحد تاني والموضوع يقلب عندك بحقد وغل. بس قارني
تقارني نفسك بنفسك، ولما تلاقي نفسك بتتحسني ده هيشجعك تتحسني اكتر واكتر وتبقي حرفيا نسخة افضل من نفسك. نيجي بقى للنصيحة ال16، مش عارفة ممكن نسموها ايه، بس اللي هنقوله يعني انه ما تضيعيش فلوسك كلها في اول يوم في الاسبوع وتقعدي باقي الاسبوع من غير مصروف وتقضيها بقى تستلفي من دي وتاكلي من دي وتعملي من دي. حرفيا هتبقي البانة على لسانهم بعد كده. لا، اتعلمي ازاي تديري فلوسك حتى لو فلوسك قد كده. حتى لو انت بتاخدي مصروف كل مره بتنزلي في الكليه، تجيبي شويه صغننين كده ادخريهم، يمكن تحتاجي حاجه، يمكن تبقي عايزه تجيبي هديه لحد من صحابك، ايا كان السبب، يعني حاجه معينه نفسك تشتريها. عايزاكي وانت بتتفرجي على الفيديو ده تجيبي النوت كده صغنونه تكتبي فيها رؤوس الاقلام العناوين اللي انا قلتها لكم، ومن وقت للتاني تفتحي كده وتبصي فيها على الحاجات اللي انا قلتلك تعمليها علشان تكون دايما في بالك، وقبل اول يوم كليه تراجعيهم. عشان حرفيا كل كلمة من اللي اتقالت في الفيديو ده، كل نصيحة بجد كانت بموقف، كانت بحاجة انا مريت بيها او شفتها قدامي. لا، انا عايزاكي بجد واصلة لمرحلة ان انت ما تتحطيش في موقف محرج، ان انت محدش يستغلك، وانت بتكتبي الحاجات دي خلي دايما في بالك ان انت عايزة تكوني افضل نسخة من نفسك. وندخل بقى على النصيحة ال17، ما تفضليش ضغط اعصابك وضغط نفسك. ال4 سنين كلية او ال5 سنين كلية او ال6 سنين كلية دول احلى سنين عمرك واحلى ذكريات هتعمليها في حياتك، احلى وقت، مرحله مختلفه، فاستمتعي بوقتك. ما تفضليش طول الوقت ضغطه نفسك وضغطه اعصابك. حتى لو انت عندك ضغط يوم معين في الاسبوع في الجامعه، افتكري دايما ان دي افضل سنين عمرك واحلى ذكريات هتعمليها. ودايما اتعلميها مني بقى، انك تيجي اخر كل اسبوع يوم الخميس او يوم الجمعه تعملي لنفسك قاعده كده لوحدك كده بمزاجك كده، عارفين الفلوس اللي حوشناها وادخرناها الاسبوع ده هنطلعها بقى اخر الاسبوع، نروح نجيب بيها شويه حاجات سناكس، شيبسيات، ايس كريم، اندومي. بصي دلعي، روقي على نفسك، كافئي نفسك على الاسبوع اللي انت قضيتيه مطحونه في الجامعه او في الشغل او في المدرسه. تقعدي بقى كده يوم الخميس او يوم الجمعه حتى بقى الاندومي بتاعتك مع السناك الشيبسي والايس كريم، ومشغله كرتون، مشغله اي حاجه بتحبي تتفرجي عليها، تعملي لنفسك بادي كير، تعملي لنفسك السكين كير بتاع اخر الاسبوع بتاعك. حرفيا تفصلي، الموضوع ده هيساعدك قوي. صحيح انا نسيت اصلا ان انا كنت جايبه السكين كير بتاعي في الفيديو ده علشان اعمله معاكم حرفيا اهو، بس انا اتخذت معاكم قوي في الكلام. قبل ما تسألوني، ده تونر. عايزة اقول لكم ان انا النصايح دي حرفيا طالعة من قلبي، اتمنى بجد ان هي توصل لقلوبكم، واتمنى بجد من كل بنت تسمعني ان هي بجد تعمل بالنصايح دي، لانهم بجد هيفرقوا جدا معاكي. وبعتبر بجد اي حد شاف الفيديو ده انتي محظوظة، مش عشان اشكر في نفسي بس عشان فعلا اتمنيت لو كان حد قال لي النصايح دي. واخر نصيحة هختم لكم بيها، اوعوكوا تكونوا متنمرين، كمان اوعوكوا تكونوا قلالات الذوق، لان انا واحدة من الناس اللي فاكره الناس اللي قلت ذوق معايا كويس جدا. وانا في الجامعه لسه فاكره البنت اللي كانت قاعده مع اصحابها وانا جيت قعدت معاهم وقالت انه البنش ده كان بيكفينا، هو ماله ده علينا كده ليه؟ عشان تسنيم جت قعدت معانا فيه. لسه فاكره البنت لحد دلوقتي، وحقيقي كده قلبي مش عارف يصفلها، لان هي قالتها بقله ذوق وضحكت بعدها، ولانه بصراحه كان نفسي ان هي تحط نفسها مكاني قبل ما تقول الجمله دي وتشوف هو الموضوع يضايق فعلا ولا لا. لا حطت نفسها ولا قدرت الكلام اللي هي قالته، واعتبرت نفسها ان هي ما عملتش حاجه، ومش هفكرها بيها ولا هكلمها، لان شايفه ان هي كانت مفروض من نفسها تفتكر ومن نفسها تعتذر. اللي عايزه اقوله لكم من الموضوع ده ان بجد ما تكونوش انتوا الشخص المتنمر، علشان بجد هتسيبوا ذكرى وحشه قوي للشخص التاني، وحرفيا ربنا مش بيسيب حق حد، وهترجعوا تتعرضوا لموقف وحش قوي بسبب الشخص اللي انتوا قلتوا ذوقكم معاه ده. ويكفي ان الشخص ده يقول ان هو مش مسامحكم. فبجد حطوا ده دايما في بالكم، اوعوا تكونوا من المتنمرين. حتى لو شفتوا قدامكم بنت لابسه لبس مش حلو، حتى لو شميتوا ريحه مش حلوه من الناس اللي قاعدين قريب منكم او جنبكم، حتى لو شفتوا حد بياكل بطريقه مش حلوه، ايا كان اللي قدامكم بيعمل حاجه انتوا شايفينها ان هي مش حلوه، على فكره هو يمكن يكون شايفها عادي، او هو متعود على كده، او هو مش عارف يعمل غير كده. فانتوا بدل ما تبقوا انتوا الشخص اللي بينصحوا، فضلتوا ان انتوا الشخص اللي بيبقى بيتريق عليه. نصيحه بلاش. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهارده، حرفيا فيديو كده طلع من قلبي، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، والفيديو بجد يفرق معاكم ويساعدكم سواء كنت في مدرسه او حتى في الجامعه. الفيديو ده كل نصيحه فيه هي موجهه ليكي كبنت، وهكون مبسوطه قوي لو قلتولي استفدتم ايه من الفيديو ده. وهسيب لكم كمان في اخر الفيديو نصايح تانية من بنات، اني من يومين سالتكم قولي لي نصايح تحبي تنصحيها لحد داخل الجامعه، فدي كانت نصايحكم كلها حرفيا من تجارب حقيقيه انتوا نفسكم عشتوها وحبيتوا تنصحوا بيها العيله الصغنطوطه بتاعتنا. قولوا لي في الكومنت ايه اكتر نصيحه في النصايح اللي انا قلتها لكم دي حاسين فعلا ان انتوا لازم تعملوا بيها.
وبس كده يا حلوين، كالعاده في نهايه الفيديو عايزه اقول لكم بحبكم جدا جدا جدا، واستنوا الفيديوهات الجايه باذن الله تكون مفيده اكتر واكتر بكتير. ما تنسوش كومنت تحت، ولو اول مره تشوفوني فهاي انا نمنومه، اعملوا سبسكرايب للشانل. باي يا حلوين.